هلا والله، مرحبا بكم من جديد في قناة فضاء خاص. قبل ما نبدأ عندي طلب بسيط منكم، إذا تبغوني أستمر في تقديم المحتوى المميز هذا يليت تشجعوني بلايك واشتراك عشان يصلكم كل جديد، وإذا عجبتكم الحلقة تكتبوا لي تعليق حلو تحت، وإذا كان عندكم أي استفسار أنا هنا دايما جاهزة أجاوب على كل أسئلتكم. يلا نبدأ. اليوم حنتكلم عن موضوع جدا مهم، موضوع يهم أي شخص يحس إنه في شكوك تجاه مشاعر شخص آخر. كيف تقدر تكتشف إذا كان الشخص يحبك ولكنه يخفي مشاعره؟ أو كيف تقدر تتأكد إذا الشخص اللي قدامك فعلا عنده مشاعر تجاهك أو إذا كان مجرد كلام؟ هذا الموضوع مش بسيط، لأنه في كثير من الأحيان مشاعر الناس ما تظهر بشكل واضح، وعشان كذا نحتاج نكون أذكياء ونعرف كيف نقرأ العلامات الدقيقة من لغة الجسد. إحنا كلنا نعرف إنه بعض الناس سواء كانوا أصدقاء أو حتى زوجين ما يعبرون عن مشاعرهم بالكلام بشكل مباشر، وده الأمر عادي جدا في ثقافتنا العربية، لأننا في الغالب مش متعودين على التعبير عن مشاعرنا بسهولة. ومع ذلك يكون فيه ناس يشعرون بالحيرة، خاصة لما يتساءلون إذا كان الشخص اللي قدامهم يحبهم أو لا، أو حتى إذا كان الشخص هذا يحبهم بصدق أم لا. هل هو مجرد إعجاب عابر أو شيء أعمق من كده؟ عشان كذا هذا الموضوع جدا مهم، لأنه يخليني أعرف كيف أقرأ مشاعر الطرف الآخر. بداية خليني أقول لكم إنه العلامات الجسدية تقدر توضح لنا كثير من الأمور، لكن الأهم إنك تكون واعي وتشوف هذه العلامات بعناية. اليوم حنتكلم عن أبرز علامات الجسم التي تظهر لما الشخص يكون في حالة حب لكن يحاول يخفي مشاعره. من بين أهم هذه العلامات هي التواصل البصري. التواصل البصري هو واحد من أقوى وسائل التعبير عن المشاعر، لأن العينين تعتبر نافذة الروح. الدراسات والأبحاث العلمية أثبتت أن الأشخاص المحبين يستخدمون التواصل البصري بشكل مكثف، لأن النظرات تعكس المشاعر بشكل أكبر من الكلمات أحيانا. لما تلاحظ أن الشخص دايما يطالع فيك بنظرات حانية ومليانة حب، أو لما تلاحظ أن عيونه بتلمع وتلمع فيها بريق خاص كل ما يشوفك، اعرف أنه هذا الشخص قد يكون عنده مشاعر قوية تجاهك. بس مش بس كده، الدراسات بتقول إن الشخص المحب يظل يحدق في الشخص اللي يحبه من 3 إلى 5 ثواني، وهذه مدة دقيقة جدا لو كنت تلاحظها. ومو بس كده، لما تلاحظ إنه دايما يراقبك بنظراته حتى لو كنت بعيد، هذا دليل آخر على اهتمامه الشديد بك. الشيء الثاني اللي لازم تنتبه له هو كيفية توجيه الجسم. إذا كان الشخص يحبك تلاقيه دايما يتوجه بجسمه نحوك بشكل طبيعي، وكل ما كان الشخص يهتم فيك تلاحظ إنه جسمه يكون موجه باتجاهك، سواء كان جالس معاك أو واقف جنبك. لاحظ كيف تكون أطراف جسمه، سواء أيديه أو رجليه، إذا كانت متجهة نحوك أو بعيدا عنك. في كثير من الأحيان لغة الجسد بتكون أصدق من الكلمات نفسها. على سبيل المثال، إذا كان هذا الشخص لا يحبك أو مش مهتم فيك، جسمه يكون في اتجاه عكسك، وأحيانا يحاول يتجنب النظر ليك أو يميل بعيدا عنك. على العكس، لو كان الشخص يحبك جسده بيكون متوجه نحوك، أيديه تكون مفتوحة، وهذا يدل على أنه يستوعبك بشكل كامل. وعن حركات اليد، لاحظ جيدا حركة يده. الشخص المحب بيكون حريص على كيفية تحريك يديه، لأنه لما يحب شخص حركاته تكون مفتوحة وليست مغلقة. إذا شفت الشخص يحرك يديه أو يفتحها وأنت معاه، هذا دليل على أنه مرتاح معاك ومبسوط في وجودك. حتى القدمين يلعبون دور في لغة الجسد. لما تلاحظ أنه قدميه متوجهة نحوك، هذا مؤشر قوي جدا على الاهتمام. وأيضا لو شفت الشخص دايما يقلدك في حركاتك، سواء في طريقة الأكل أو حتى طريقة الجلوس، فهذه علامة واضحة إنه يحاول أن يتقارب منك بشكل غير مباشر. الأشياء ما تقتصر فقط على الأفعال، لكن في كثير من الأحيان الشخص المحب يظهر مشاعره من خلال أشياء صغيرة زي ابتسامته أو تعابير وجهه. ابتسامة الشخص لما يشوفك قد تكون دليل على المشاعر اللي بداخله، خصوصا إذا كان الرجل قليل الابتسام فتلاقيه يبتسم بشكل خاص لما يشوفك. هذا الشيء ما يحصل في كل الأوقات، لكن لما يحبك شخص الابتسامة تطلع بشكل غير إرادي. تلاحظ كمان أن حاجبيه قد يرتفعون بشكل غير طبيعي، وهذه واحدة من الإشارات اللي بيظهر فيها الشخص وهو يتفاجأ منك بطريقة إيجابية. هذه التقويسات في حاجبيه لما يشوفك تدل على انبهار أو إعجاب.
والاحمرار في الوجه خصوصا عند النساء يعد من أبرز العلامات على وجود مشاعر حب. الاحمرار هذا يحصل بسبب تدفق الدم بشكل أكبر إلى الوجه، وهو رد فعل طبيعي لما الشخص يشعر بمشاعر قوية. إذا شفت شخص يهتم بك لدرجة أنه يتوتر أو يحمر وجهه أمامك، هذا دليل إضافي على أنه معجب بك أو يحبك. حتى لو كانت يد الشخص متعرقة أو في حالة توتر، هذه كلها إشارات تدل على أنه يشعر بشيء داخلي لا يستطيع التحكم فيه. لكن هل هذه العلامات كافية لتتأكد من مشاعر الشخص؟ الجواب مش كافي. الحب يحتاج لشيء أكثر من المشاعر فقط. لازم يكون في التزام بالمواقف والالتزام بالتصرفات. إذا الشخص اللي قدامك بيظهر لك هذه العلامات ولكن ما في أي التزام من جانبه ولا تصرفات تؤكد أنه يحبك بشكل جاد، يمكن تكون مشاعر عابرة. عشان كده لازم تكون واعي للأمر. إذا مر 3 شهور أو أكثر ولم يترجم مشاعره إلى أفعال أو التزام، لازم تعرف إن هذا الشخص يمكن مش جاهز للعلاقة الجادة، وهو فقط يعيش المشاعر من أجل المشاعر نفسها.